بيحرقوا الجثث وبعدها بيطلعوا على قصر أورليك. في نفس الوقت كانت إيلين لابسة لبس عروسة وبتستدعي أورليك عشان يروح لها، وبنرجع لتوماس والدكتور فرانز اللي دخلوا على القصر ولقوا ان في كل الفيران اللي موجودة في المدينة، وبيفتحوا التابوت لكن لقوا في نوك مكان أورليك، فبيقتلوا فرانز وبيولع في القصر وفي المكان كله. وطبعا توماس فهم ان أورليك دلوقتي موجود مع مراته، فبيطلع يجري هو والدكتور عشان يلحقوها، واللي فعلا كان موجود مع إيلين، وبيطلب منها تسلمه نفسها وبتوافق وبتغريه، فبيدخل معاها في علاقة وبيمص دمها وبينسى نفسه لحد الصبح من حبه ليها، فالشمس بتطلع عليه وبتيجي عليه وبتحرقه وبتقتله، وبكده بتكون إيلين ضحت بنفسها عشان تقضي على أورليك وتخلص الناس من شره. واخيرا وصل توماس لبيته لكن لقى إيلين وأورليك ميتين، وعرف انها ضحت بنفسها عشان تخلص العالم من شر أورليك. ودي تبقى نهاية حكايتنا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو عجبتكم الحكاية، وسلام.